تعالى سريعا كده اقول لك، هو ليه الذكر بياخد اكتر من الانثى في الميراث؟ هل ده ظلم للبنت ولا لا، ولا الموضوع اعمق من كده بكتير؟ وبالمناسبة ده الفيديو السادس من سلسلة الحق المبين، اسال الله عز وجل ان يوفقنا. ويلا بينا نجاوب على السؤال ده. بيتكرر كتير، هو ليه الأنثى بتاخد أقل من الذكر في الميراث؟ صاحب أخوك كده، أولا الموضوع أعمق مما تتخيل، ثانيا بقى في أكتر من 20 حالة المرأة بتاخد أكتر من الراجل، وممكن كمان الراجل ما ياخدش أي حاجة والمرأة هي اللي تاخد. بعض الأمثلة مثلا، لو واحدة ماتت وسابت جوزها وسابت أمها وسابت أبوها، الأم في الحالة ديت بتاخد ثلث الميراث، الأب بياخد السدس بس، ودي حالة اهي المرأة بتاخد أكتر من الذكر. عندك برضه في حالة تانية، واحدة ماتت وسابت جوزها وبنتها، هنا البنت بتاخد النص والزوج بياخد الربع بس. حالة تانية اهي، في حالات ياما قوي، أمثلة عملية يعني أنا بقولها لك عشان تعرف إن في أكتر من حالة، أكتر من 20 حالة مختلفة المرأة بتاخد أكتر من الذكر. ثانيا بقى والمهم، إن الإسلام وزع المسؤوليات. يعني ايه وزع المسؤوليات؟ يعني الرجل ملزم اللي هو يصرف على اولاده وعلى زوجته وعلى والديه ان احتاجوا لذلك. اما البنت فنصيبها في الميراث خالص مخلص صافي ليها، ملكها هي الخاص، ملزومة تصرف جنيه إلا لو هي اللي عايزة تصرف. كده اللي واخد نصيب أكبر يبقى واخد مسؤوليات أكبر معاه، اللي واخد نصيب أقل اعرف إن دوت نصيبه خالص ليه، يصرفه على نفسه بس. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. تشريع من الله العزيز الحكيم، يعني هو أعلم بمصلحتنا من أي حد. ما كان ظلم، الموضوع عدل موزون بيدي لكل واحد حقه حسب مسؤولياته، بس كده. سهلة والله. وده سؤال من أسئلة كتيرة بنجاوب عليها في سلسلة الحق المبين، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها. وبس كده، سلام.